وانتوا بتعملوا دايت، بلاش تروح للحاجات الصعبة اللي بيكون تنفيذها صعب عليك، فبالتالي بتخليك تهرب من الدايت. بواجه كتير قوي من الناس او بلاقيها اللي بتتابع معايا يوميا على الواتساب بتدور دايما على البدائل الصعبة للاكل والشرب، ولما ما بتكونش البدائل دي متاحة بتبدأ تقول انا ما لقيتش يا دكتور النهارده صراحة مكتوب لي في البرنامج النهارده مثلا فراخ وما كانش عندنا فراخ، فانا ما صراحة ما اكلتش فراخ ولخبطت بقى. طيب النهارده يا دكتور كان مكتوب لي في العشاء سمكة مشوية مثلا وما لقيتش سمكة مشوية فما جبتش اي حاجة، ما عملتش اي حاجة. طب ما احنا يا جماعه في حاجه اسمها فود اكستشينج او بدائل غذائيه، يعني في بدائل، في جدول بدائل. جدول بدائل ده بيبقى نفس السعرات، نفس المحتوى اللي انت عايز تاخده لجسمك، بس بحاجات مناسبه وحاجات بسيطه وحاجات افيلابل متواجده في كل مكان. فليه بنروح هنا الحاجات الصعبه اللي تخليك ما تكملش الدايت؟ يعني انا مثلا دلوقتي الفطار بتاعي اخدت مثلا مصدر النشويات بتاعي هو العيش، ليه بدائل كتيره. عيش بلدي ده بديل، التوست الاسمر ده بديل، العيش السن ده بديل. ثلاث بدايل اهو، مفيش اي مشكله فيهم. مش عشان انا مكتوب في البرنامج اتنين توست اسمر مش موجودين فهروح اجيب عيش شامي. غلط. ما انا لقيتش يا دكتور فجبت استسهلت وجبت عيش شامي. طب ما في بدايل، خد العيش البلدي، خد نص رغيف عيش بلدي، خد نص رغيف سن. نفس الكلام للبروتين. وطبعا هي دي الازمه اللي بتواجه الناس كلها، ان احنا عارفين المستوى المعيشي دلوقتي والاقتصادي للبلد، في ازمه كبيره قوي في السوق المصري واسعار كل المنتجات. فما تجبرش نفسك على منتجات سعرها مكلف والكوست بتاعها عالي، ولو ما لقيتهاش متواجده بتبدا تلجا للخبطه والعك. ما تعملش كده. كل حاجه ليها بديل. الفطار بتاعك جبنه، بيض، فول، طعميه، لانشون، زبادي، ما فيش مشكله، كل دي بدايل خدها براحتك عادي. اعمل طعميه في البيت على فكره عادي، واعملها في الاير فراير، اعملها مشويه، خدها. ما هي في الاول والاخر ليجمز، بقوليات، وفيها نسبه بروتين وفيها كل حاجه انت محتاجها. خد منها شريحتين او خد منها قرصين وظبطهم من غير زيت. ده بديل على فكره. مش لازم كل يوم تاكل جبنه وبيض على فكره. طبق فول صغير عادي، ما برضو محتاجين الفول، بس طريقه عمله هي دي اللي بتاثر عليه، مش المشكله في الفول. اعمل طبق فول متوسط، حط عليه كميه زيت قليله او حاجه زي زيت الزيتون. ما تكترش حاجات الساتوريت فات او الدهون اللي هي العنيده او الدهون اللي هي مشبعه، لا. ففي بدائل كتيره. في الغداء ما لقيتش فراخ، ما لقيتش لحمه، ما لقيتش سمك، الحياه ما خلصتش على فكره. في عدس، في جبنه قريش، في بيض، في تونه، كل دي بدائل براحتك خدها اهو. تقدر تثبت على فكره كل يوم بيض في الغداء. ما سورس اوف بروتين، مصدر بروتين لازم تاخده. ده مصدر بروتين ممكن تاخده، وفي كميه بروتين مناسبه لجسمك واحتياجاتك. يعني انت لو خدت في الغداء النهارده بيضتين او ثلاث بيضات تعادل النص او نص اللي هي نص ربع الفرخ دبوس مثلا. يعني بيضتين يعادلوا دبوس فرخ، او يعادلوا لو جبت الصدر قسمته نصين يعادلوا البيضتين كميه البروتين. فنقدر ناخده بديل، ما عنديش اي مشكله. طبق شوربه العدس جميل جدا وفيه بروتين عالي. ففي بدائل كتير قوي على مدار اليوم. ما تحكمش نفسك بالبروتين الغالي. انت لو مش متواجد كل يوم اذا انت مش هتجيبه. لقيت مثلا عندك سناك مكلف، مكسرات، مش لازم تجيبه. بسكوت شوفان، دايجستيف، فتنس، سعره مش مكلف وموجود ومتاح في كل حته، خد لك قطعه او اتنين. مش لازم تجيب فاكهه مكلفه، عندك فواكه كتير قوي موجوده دلوقتي. تفاح، البرتقال، الجوافه والبرتقال متاحين دلوقتي وسعرهم كويس. خدهم كل يوم. لو حابب تاخد كل يوم جوافه برتقال كسناك خدها يا باشا براحتك عادي، ومش مكلفه. مش لازم اروح للبدائل الصعبه والغاليه واللي مش متاحه واقول طب ما انا، او ما لقيتهاش بروح بقى. اصل انا يا دكتور ما لقيتش النهارده بصراحه الفاكهه اللي مكتوبه، فرحت جبت مانجا، رحت جبت موز، رحت جبت عنب. مش عشان ما فيش بدايل في دماغك تروح تلخبط. لا، في على فكره فاكهه كتيره قوي متاحه في الدايت. تفاح والبرتقال والجوافه والكمثرى والخوخ والمشمش والكيوي والفراوله. انا قلت كده 8 9 فواكه موجودين على فكره. لو ثلاثه منهم موجودين سعرهم رخيص خدها. علبه لبن رايب صغيره عادي. مش لازم يبقى السناك بتاعك مكلف، مش لازم الكوست بتاعه عالي، مش لازم يبقى العشاء بتاعك مكلف. لو رحت جبت حته جبنه قريش ومعاهم خياره وطماطمايه وبيضتين مسلوقين هتاكلهم عادي في العشاء. ده على فكره وجبه متكامله جدا، خدت فيها احتياجاتك كلها.
فيها سعرات كويسه تخسسك. فما نربطش نفسنا يا جماعه بالبدائل المكلفه، ما ندورش على الحاجات الصعبه ونقول لو ما فيش يبقى مش هنعمل. لا، على فكره تقدر كل يوم تخس على مدار الاسبوع، توصل ل 2 كيلو نهايه الاسبوع من اكل البيت. تاكل اكل البيت طبيعي اللي البيت بياكله وبيشربه وتخس برضه 2 كيلو اخر الاسبوع. لان في اختيارات كتير، البيض مش لازم يبقى مسلوق، خده اومليت عجه، في بتنجان الناس بتعمله مشوي عادي زي البابا غنوج بيبقى حلو، في حديد وفي كميه حاجات كتير قوي. مش لازم تزنق نفسك في خضار نوع معين، انواع خضار كتير قوي موجود. ما تصعبش الدنيا، عملت خضار مسبك النهارده في البيت صفيه من التسبيكه، خد الخضار بتاعه. فنقدر نواكب التغيرات اللي بتحصل حوالينا ونواكب الدايت وناخد الطريق بتاعنا الصح من احتياجات البيت ومن اكل البيت. انا كده قلت لك دايت سهل قوي تاخده كل يوم من البيت ومش مكلف ومتاح، ومش هتبقى عايش في عالم موازي، لا عايش مع البيت وبتخس. فمحتاجين بس نصفي ذهننا ونفكر اكتر في مصلحتنا عشان نوصل لنتيجه حلوه. شكرا.